دكتورة ميرفت على الحلويات، كل الناس بتشكرك عليها. بسبوسه وكنافه جابت السمك. طب نسيت تقولي رايكم في الكيكه اللي انا عاملاها. والكيكه المره اللي فاتت اللي هي صنعت ايديا وحياه ايديا كانت احلى من لا كل واحده من بعض. حاجات البيت دايما كيكه ايه؟ لا بص كان فيها معموله بالحب، دي مش معموله بالحب، دي بالفلوس. ما الفلوس جايه من التعب والشقه برضه بايع، احنا ما نزيدش علينا من السما. لا بس غير الحب بقى، بالعاطفه معموله بالحب وحرص عشان تكون حضرتك عارف، ولولا غلاوتكم عندي انا كنت ما اتحركتش من البيت، كنت بص شوف حضرتك، هو اساسا الالفه والحب اللي بالفطره اللي احنا فيه ده مش سهل تلاقيه في اي حد، فلما يقابلك في حياتك لازم تتشبث بيه وتمسكه وتحافظ عليه. والجزئيه دي بقى عندي غير عاديه، يعني مهما بيكون عندي لو تخلفت اسبوع عن الحضور ابقى حريصه جدا الاسبوع اللي بعديه، واحب قوي الزم نفسي اني هجيب حاجه عشان ابقى مرتبطه ان انا اجي. خدت بال حضرتك ازاي؟ لاني ببقى سعيده جدا وانا بتعامل معاكم في كل سواء ثقافه ولا اجتماعي ولا عايزين نعمل نشاط رياضي بقى، عايزين نعمل رحله للمتحف، عايزين حد كده جايد يكون جميل لينا، عايزين ناخد ميكروباص لينا كلنا يمشينا بين الليل وبين النهار حوالين المتحف عشان نتفرج على الرونق اللي بقت فيه المنطقه. عايزين نتطور في الاداء، نعمل تغييرات. اوكي.